من كان فاسقا من الخاسرين. مش هنقول دي مشكلة، بس دي حاجة احنا كلنا بنغفل عنها. وانا واحدة من الناس اللي برضو ساعات كتير المفروض اقعد واهدى، ولما اكون كل حاجة في دماغي ملخبطة وانا مش عارفة انظمها، لازم أنا اقعد مع نفسي وما استهونش بالموضوع ده، واقول انا عندي حاجات كتير. هو انا هقعد لسه اخطط واظبط اللي في دماغي واكتب حاجات ستيب باي ستيب؟ ما انا عارفة اللي عليا ومش عارف ايه، بس كل حاجة ملخبطة. ما علشان كل حاجة ملخبطة ما تستخسرش في نفسك الساعة أو الساعتين أو النص ساعة اللي بتقعد فيهم بورقة وقلم، أو بتقعد هادي مع نفسك بتكلم نفسك أنا عندي واحد اتنين تلاتة أربعة، أنهي الأولوية وأنهي اللي المفروض أبدأ بيه؟ طيب هو أنهي اللي المفروض يتلغي أصلا؟ حاجة من الحاجات اللي بعملها أنا مع طلبة تالتة ثانوي أو أي طلبة بتجيلي بتقول الدنيا ملخبطة عندي، أنا مش عارفة أعمل إيه، هي مكالمة واحدة نص ساعة أو 10 دقايق. في إيه الدنيا اللي عندك؟ طيب قولي واقع في إيه مثلا، أو إيه الحاجات اللي عندك الفترة الجاية محسساكي إن الدنيا جاية عليكي قوي كده، وإن في تراكمات كتير قوي من المواد عليكي. هي بتقول المواد اللي عندها انا عندي واحد اتنين تلاتة واقعة فيهم دلوقتي، والمفروض ان انا عندي امتحان بعد كام يوم، فمفروض ان انا اخلص واحد اتنين تلاتة. هي عملت ايه؟ هي رتبت الكلام بس بصوت عالي. انا ما ساعدتهاش في اي حاجة، هي بس رتبت الكلام بصوت عالي بس، فحلت مشكلتها بنفسها. بس هي مش عارفة حاجة زي كده، هي محتاجة تتكلم مع نفسها بس مش مدية لنفسها المساحة دي. ما هو انتي كلمتيني نص ساعة او كلمتني 10 دقايق، فانت خدت وقت اهو، مش في اي حاجة، انت اتكلمت وارتحت ورتبت الحاجات اللي عندك ورا بعضها بالأولوية، وقدرت ان انا اساعدك بان انا احط لك انهي الاول وانهي التاني وانهي التالت، وحددنا سوا الوقت اللي احنا ممكن نذاكر فيه. اتكلم مع نفسك بصوت عالي، متقولش لنفسك انا عادي مش لازم أنا اكتب الدنيا كلها في دماغي، لا اتكلم بصوت عالي، اكتب الحاجات اللي مفروض عليك، اكتب انهي الاولوية عندك. ما تقولش لنفسك لا انا مش عايز اعمل ده. ما تستخسرش في نفسك حاجة، ده في الاخر هيعود عليك وعلى المدى البعيد كمان، زي ما البعض كان بيقول. بس كده.